لسه بتعملي العدس بالطريقة القديمة ان احنا نسلق العدس زي طريقة امهاتنا؟ لا، تعالي اوريكي طريقة جديدة. طبعا طريقة امهاتنا جميلة، بس الطريقة دي حلوة وهتغير لك فكرة العدس وتخلي الاولاد كمان يحبوا ان هو ياكلوه. حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة على النار. اول ما سخنت قطعت بصل وطماطم وجزر وكرفس، وحطيت كمان 3-4 فصوص توم وملح وفلفل اسود وكرشة كمون، وهشوح كل الخضار مع بعضه لغاية ما كده نشم ريحة الخضار. كنت غسلة العدس وغسلة وصفناه كويس وحطيته عليه عشان قلبه كله مع بعض وياخد تغليفة لغاية الحباية ما تلمع من المادة الدهنية وتدي كده لمعان. كنت مسخنة مرق عليها مرق فراخ، لو حابة تحطي اللي مية ومكعب مرق مية بس برضو براحتك. قلبت كله مع بعض وهنغطيه، وحطيت كمان زودت مرق عليها ورشة كمون بسيطة بتديله، كمون بيديله طعم حلو جدا. غطيته لغاية ما استوى، وأول ما استوى هديت النار عليه. استوت الخضار طبعا مع حباية العدس على طول. عملته ضربته بالهاند بلندر وجبت زيت على النار وشوحت فيه شرايح البصل لغاية ما يحمر، تاخد التحميرة اللي احنا هنشوفها مع بعض كده. احط شوية شوية خدت اللون الذهبي بالطريقة دي، وهحط منه شوية في العدس نفسه بيديله طعم حلو. بيختلف البصل اللي احنا حطيناه الاول غير الطشة بتاعة العدس. حطيتها الطريقة دي، ولو وصلت للمقطع ده ما تنسيش اللايك. وهقدم كمان معاه الطماطم المخللة، هنزلك بيها فيديو لو ما كنتيش شفتيها قبل كده، عملتها كذا مرة في الفيديوهات. طبعا العدس بتبقى جميلة جدا مع الطماطم المخللة. حطها الطريقة دي، وحطيت كمان الكزبرة الخضراء عليها. ومحلاش اكل العدس غير مع البصل الاخضر والجرجير، جميل جدا وريحته كانت روعة. يلا جربيه هيعجبك، ومتنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة.